يا عين. شوفوا عندي محلاهم هيك حطيناهم ببوكس. شوفوا محلاهم. يا سلام. ننزل بالصوص ونطلع. شو هالغطة الروعة. بسم الله. شوفوا كيف هي من جوا، بيضة مستوية رائعة، اللون الأحمر حواليها. دجاج البيك، ومين ما بيعرف دجاج البيك؟ اليوم رح نعمل مسحب البيك بطريقة كتير رائعة وموثوقة ورح تطلع توب. مش بس هيك، لحظة شوي، شو بتعرفوا أكلات هيك بالمطاعم مشهورة بتحبوا جرب لكم إياها؟ أعطوني تعليق أسفل الفيديو باسمها، وإن شاء الله بالحلقة الجاي بنعملها. ويلا نبلش. صدر دجاج مسحب اللي بدي أقطعه بشكل مستطيل. اوكي مشاهدينا الاعزاء، خلينا نعمل شغله هون، اللي هي انه اول شيء لازم يكون عندي شرحات مستطيله. كل شيء بعدين بقدر استعمله تشيكن برجر او اعمله. هلا مش ضروري انه نعملهم بشكل مستطيل 100%. هلا بس يجي الكعك هون بصير الشكل اضبط بهيدا الشكل، وبنظبطهم شوي ليطلعوا تقريبا نفس الشيء. شوفوا هاد الدجاج قطعته بشكل مستطيل تقريبا نفس الحجم، والباقي رح بالفريزر لحين الاستعمال للشوربه لاي شيء تاني ينفعني. شو بعدكم ناطرين؟ اعطوني تعليق اسفل الفيديو شو هي الوصفه الجايه اللي اعملكم اياها تكون هيك معروفه بالمطاعم وفي عليها كتير بيع. يلا. للتتبيله ربع كوب من اللبن او الزبادي، وعندي ايضا تقريبا ربع كوب من الحليب السائل، ملعقه شاي بابريكا مليانه، نص ملعقة شاي حر أحمر، يعني حر حراق، أوكي حد، ملعقة شاي توم بودرة، ملعقة شاي بصل بودرة، رشة فلفل أبيض تقريبا ربع ملعقة شاي، بافلو وينج صوص. هيدا بدي استعمله اليوم بالنقعة. اللي ما عنده هيدا الصوص في لينك أسفل الفيديو، أنا عامله بطريقة منزلية رائعة. واللي ما بده يستعمله فيه يستعمل أي نوع صلصة حرة كمان بيمشي الحال. رح احط هون ملعقة طعام من البافلو صوص، طبعا هو حار، واكيد بدي ملح الخلطة حسب الرغبة، وبحركهم بشكل جيد. طبعا هي لونها احمر رح يصير هلا. هيدي النقعة صارت جاهزة، بدي سقط بقلب الدجاج خليه ينتقع بشكل منيح. روعة. هلا بنخلطهم بشكل جيد منيح، خليهم يتشربوا هيدي النقعة. الريحة دمار، والطعمة رح تكون دمار وحرة كمان. هلا فينا نتركهم ليلة كاملة بيكونوا اخذوا لون احمر هيك وعطوا نكهة، وفينا خلال ساعتين على الاقل بس خليهم ياخذوا نكهة ومنكمل. لنعمل فتات الخبز فيني استعمل عندي الكعك مثل ما عم تشوفوا عندي كعك، هيدا خبز برجر او اي خبز صامون. اللي بدي اعمله بدي احط هيدا الكعك اول شي كلياته بالخلاط الكهربائي. انت تعي لهون. نرجع الخبز البرجر كمان مثل ما هو، من دون ضروري انه نحمصه، فينا نحمصه شوي صغيرة. هيدا خبز البرجر فينا نحمصه شوي صغيرة. حصتم ليعطيني نكهة كتير طيبة. بدي بس قصه شوي هيك لينطحن مع المكونات. يلي بحب يدعمها شوية جبنة بارميزان بتعطي نكهة. اذا ما عندكم ما في مشكلة. تقريبا ملعقتين طعام، نص ملعقة شاي من البابريكا بيعطي لون، ونص ملعقة شاي او اقل بشوي من الكركم كمان مشان يعطيني لون، ورشة ملح صغيرة. طيب هلا عالطحن. وهيك صار عندي فتات الخبز جاهز. شوفوا ما احلاه، ما لازم يكون كتير مطحون، ناعم، فخامة. وعاء عميق، بيضة، شوية حليب سائل تقريبا ملعقتين طعام، رشة بهار أبيض على الخفيف، خليط الجاف تقريبا 3 أرباع كوب من الطحين، ملعقة شاي بابريكا، ملعقة شاي كزبرة جافة، شوية فلفل أبيض، ملعقة شاي توم بودرة، ملعقة شاي بصل بودرة. بنشيل هيك
نخلط الخليط الجاف بشكل منيح. نجي على الخليط السائل ونحط له تقريبا ملعقة طعام من الخليط الجاف لنسمكه شوي وبنحركه منيح. جهزنا الوضع. خلطة الدجاج اللي عملناها، خليط طحين، خليط البيض، بقسماط المطحون او بريد كرامز، وصحن فاضي. هلا بدنا نبلش نلت هيدا الدجاج بالخليط الجاف مثل ما عم تشوفوا اللي هو الطحين. شوي هيك، شوفوا هاللون الاحمر الحلو. نفضة صغيرة بننزل بالبيض قلبتين، نتأكد انه تغمس مزبوط، بنرجع بنشيله من البيض، بننزله بفتات الخبز. وهون بدنا نعمل له هيدا الشكل الحلو ونكبسه مزبوط ليلزق عليه. ومهمة موضوع الكبس. هيدي القطعة بعد ما رتبتها بايدي، شوفوا محلاها. طبعا هي بتاخد الشكل اكتر بس تنقلها. شوفوا عندي رح نعمل صوص كوكتيل حراقة، يعني كمان حرة اليوم، حر بحر، بس شو صوص كوكتيل كتير رح تكون طيبة وفيها شي جديد. يلا ويا عميق ملعقة ونص 3 ملاعق طعام من مايونيز، ندعمهم بشوية صويا صوص، ملعقة شاي، كاتشب ملعقة كبيرة، اوكي، وضربة خردل ملعقة شاي. نرجع صوص البافلو صوص اللي عملناه مع الخلطة كمان ملعقة شاي رح يعطي نكهة سوبر رائعة. والحلو عندي ملعقة ونص طعام من الزبدة الدايبة. هيدي هي بنخلط، رح احصل على لون شي كتير حلو. هلا حطيتهم طبعا انا بالثلاجة تقريبا شي 20 دقيقة بس لياخدوا ويحافظوا على شكلهم. حرارة زيتي 170 درجة سلسيوس متوسطة. وهلا بدي اقليهم. الزيت روعة، بننزلهم بالزيت. شوفوا الزيت كيف عندي، ما كتير حامي. يعني شوفوا عندي محلاهم. سلام. هيك حطيناهم ببوكس، شوفوا محلاهم. شو هالريحة الروعة مع الصوص، مع ضربة بطاطا. يا سلام. صلصة التوم هيدي اللي شفتوها رائعة، بتلاقوا رابطها اسفل الفيديو، بدون بيض، شي فخامة. ننزل بالصوص، نطلع. شو هالغطة الروعة. بسم الله. شوفوا كيف هي من جوا، بيضة مستوية رائعة، اللون الأحمر حواليها، نكهة قرمشة، شي كتير رائع. بنصحكم تجربوها وقولوا لي. ما تنسوا شو بدكم للحلقة الجاية، أي وصفة مشهورة بالمطاعم لنعملها. وإلى اللقاء. لحظة، صلصة الثوم أسفل الفيديو ما تنسوها.